كيتفاجئ الزوج بواحد الرقم مجهول صيفط ليه واحد الفيديو ديال مراتو كتخونو مع واحد الشخص اخر. بقاو هضره مني هضره منك. السي محمد كانت عنده واحد الجنوي في البيت، فاش بداو بدا كيطعن فيها لواحد الدرجه انه قدر يفصل الراس ديالها على الجسد. فالزوج بعد ما قتلها وصفاها ليها فركت الجثه ديالها في انحاء الدار، يعني الجسد حطوه في بلاصه والراس حطوه في بلاصه. الغريب في الامر انهم اللي كانوا غاديين به في لومبيلونس لقاو عنده واحد الورقه في جيبو مكتوب عليها علاش كان باغي ينتحر والمشكل اللي وقع ليه مع الزوجه ديالو. فكانت ردة الفعل ديالو في ديك اللحظه هي يتلقى الموك ويدير حد لحياته. ايماجيني معايا تلقى فيديو ديال مرتك ام ولادك في واحد من اكبر المواقع الاباحيه في العالم. شنو غادي تكون ردة الفعل ديالك وكيفاش دير باش تقبل هذا الخبر؟ فبتاريخ 18 يونيو 2023 وقعت واحد الجريمه بشعه اللي تسبات للرعب لساكنه الحي المحمدي في كازا. هاد الجريمه الخوت ديال اب اللي صفاها لمراتو من بعد خرج للشارع بدا تيغوت ومشى للطريق وتلقى الرموك ودار حد لحياته. اذا نبداو القصه ديالنا الخوت على بركه الله. السي محمد اب لعائله مكونه من 4 ديال الناس، الزوجه ديالو وجوج بنيات، وحده يكون عندها 4 سنين والاخرى عامين. هاد العائله بسيطه بزاف ونقدروا نقولوا من الطبقه المتوسطه. كاين دار في منطقه الحي المحمدي في الدار البيضاء مكونه من 2 بيوت وكوزينه. السي محمد واحد الاب بحال جميع الاباء، خدام على راسو كيفيق مع الصباح كيمشي لخدمته، في العشيه كيرجع للدار وكيدوش وكيرتاح. السي محمد الحرفه ديالو هي خضار، عايش مع العائله ديالو واحد الحياه سعيده، عايشين ومضاربين مع الزمان وراضين بداكشي اللي قسم الله. مشات ليام وجات السي محمد بدا تيلاحظ ان الزوجه ديالو تغيرت عليه وما بقاتش عند هذيك المكانه ديال الام المغربيه في الدار، بحيث ولات كتخليه حتى يمشي للخدمه وكتمشي تماكي وتخرج بلا خبارو. دازت اكثر من شهر على هذا الوضع. السي محمد ما بقاش مرتاح. السي محمد بدا كيشوف مراتو هامله الدار بزاف، ما كتقابل وليدات، ما كطيب ليهم، المهم الدار كتجي لها غير الا رشقت ليها. الزوج طلق ليها اللعب، كما كنقولوا خلي الكذاب حتى ينسى وسولو. في صباح يوم الخميس 18 يونيو 2023 كيتفاجئ الزوج بواحد الرقم مجهول صيفط ليه واحد الفيديو ديال مراتو كتخونو مع واحد الشخص اخر، وهذا الفيديو منشور في احد المواقع الاباحيه. سي محمد في ديك اللحظه تصدم وبقى مشوكي غير كيخمم في هذه المصيبه. ما حيلتو للناس شنو غيقولوا عليه، ما حيلتو للعائله، ما حيلتو للجيران، المهم سخط على الوضعيه ديال بصح وبالمزيان. الغد ليه السي محمد ما مشاش للخدمه وريح النهار كامل في الدار. ساين مراتو حتى جات من على برا بالضبط جوايه ديك 8 العشيه. دخلت الزوجه للدار، حيدات المكياج ودوشات وجات لعندو. سي محمد قال لها فين كنتي؟ قالت ليه ما كنت فين. قال لها كيفاش ما كنتي فين وانتي النهار كامل وانتي خارجه من الدار؟ قالت لي راه كنت غير عند صحاباتي. قال لها السي محمد دخلي للبيت راه بغي نهضر معاك. دخلوا للبيت بداو كيتناقشوا، جبد ليها الفيديو وعرضوا عليها. بطبيعه الحال هي غادي تدافع على راسها وتقول بانها ماشي هي اللي في الفيديو. بقاو هضره مني هضره منك. السي محمد كانت عنده واحد الجنوي في البيت، فاش بداو بدا كيطعن فيها لواحد الدرجه انه قدر يفصل الراس ديالها على الجسد. بعد ما قسم الراس ديالها الى نصفين. فالزوج بعد ما قتلها وصفاها ليها فركت الجثه ديالها في انحاء الدار، يعني الجسد حطوه في بلاصه والراس حطوه في بلاصه. من بعد الزوج خرج من الدار وتوجه للطريق السريع اللي قريب من منطقه الهواريين بالدار البيضاء. سي محمد شاف راسو وهو غادي يمشي للحبس ومراته غادي تمشي للروضه. فكانت ردة الفعل ديالو في ديك اللحظه هي يتلقى الموك ويدير حد لحياته. بعد ما تلقاو خبر انه كاينه واحد الحادثه مميته عبر الطريق السريع مع ديك 8 ونص العشيه في هذاك النهار، منين وصلوا عناصر الدرك لديك البلاصه كيتفاجئوا انهم كيوجدوا واحد الرموك واقف بجنبه واحد الجثه ديال واحد الشخص يكون في الاربعينيات من عمره. المهم عبروا الكوسطا واتخذوا الاجراءات ديالهم اللازمه. بعد ما عيطوا على لومبيلونس باش تهز الجثه. الغريب في الامر انهم اللي كانوا غاديين به في لومبيلونس لقاو عنده واحد الورقه في جيبو مكتوب عليها علاش كان باغي ينتحر والمشكل اللي وقع ليه مع الزوجه ديالو، بالاضافه الى انه كتب العنوان اللي تيسكن فيه، بحيث دون في ديك الورقه ان المنزل ديالو كيتواجد بالعنطريه
بالحي المحمدي. من بعد تم إشعار النيابة العامة بكل تفاصيل هذه الواقعة. ففي ديك الوقت قامت النيابة العامة بين التنسيق مع الدرك الملكي والشرطة القضائية في منطقة عين الشق الحي المحمدي باش يتحققوا من محتوى الرسالة ويتأكدوا من صلة الجريمة المشار إليها في الدار ديال الأب. فبعد ما دارت الشرطة الأبحاث ديالها اكتشفت بأن داكشي اللي كان مكتوب في الرسالة صحيح، وأن الزوجة كانت كتخون راجلها وما شاداش الطريق كما كنقولوا. في الحقيقة الخوت هذا الخبر تسبب للساكنة الحي في واحد الصدمة كبيرة. فالله يرحم الأزواج بجوج اللي ماتوا، والله يكون متواهم الجنة إن شاء الله، والله يكون في عون دوك الوليدات مساكن. المهم الإخوان هادشي اللي كان اليوم في هذا الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.